تخيلوا لحظة إن كل حياتكم تتقلب في ثانية، أنتم لوحدكم واللي كنتم بتثقوا فيهم يخونوكم، والمكان اللي المفروض يكون أمان بيتحول لجحيم. بنت صغيرة مظلومة، تنمر، جروح وخوف، وكل شخصيات حياتها مش موجودة أصلا، لأن أعظم كابوس إنه بيجي من جوه دماغها. النهاردة هتشوفوا قصة هتخليكوا تعيشوا كل لحظة رعب، من أول ضربة، أول دمعة، أول ضحكة شريرة، لغاية ما الحقيقة هتنكشف وهتخليكم مش مصدقين مين هو المجرم ومين الضحية. ليزا، البنت الهادية اللي عندها 16 سنة، بتجري كأن حد بيطاردها، هدومها مقطعة ووشها مليان جروح شكلها بيحكي عن رعب محدش يعرفه غيرها. هي بتجري من غير ما تبص وراها، اتكعبلت، رجليها خبطت في درجة حجر ووقعت من فوق، وقعت خض، جسمها اترمى تحت، رفعت راسها بالعافية وقالت بصوت مكسور: حد يساعدني. وبعدين سكت كل حاجة. ليزا فقدت الوعي، ونور قوي وسرير أبيض وريحة مستشفى. ليزا على السرير مربوطة بأنابيب، وكل كدمة في جسمها باينة تحت ضوء الشباك. واحد عدى عليها شافها مرمية وجابها يجري بيها على المستشفى. يمكن لو اتأخر دقيقة كانت ماتت.